صلاح نجم نادي الزمالك على التليفون. ازيك يا كابتن ابراهيم؟ كابتن خالد صباح الخير. صباح ازيك يا كابتن ابراهيم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير. عامل ايه؟ الحمد لله. مهيب بيسلم عليك. انا نازل العربيه رايح التمرين بالصدفه، فبسمع لقيت معاك كابتن رضا عمال يخبط ويقطع في الناس. هو تمرين واحد فاضي شكله كابتن وعمال يتسلى على اللعيبه، ما يصحش كده بصراحه. والله ما يصح كده. ابراهيم مستواه وحش بس بالعقل كده عمال يقول السعوديه. انا لما رجعت من السعوديه لعبت مع ناس الزمالك السنه اللي خدنا فيها الدوري والكاس، ما قعدتش ماتش احتياطي، خدت دوري وكاس وصعدنا قبل نهائي بطوله افريقيا المنتخب لحد ماتش نيجيريا اللي هو لسه مصعدنا افريقيا. انا اللي كنت لاعب التصفيات كلها، ما كانش في حد بيتكلم. دلوقتي ولعبت ماتش بوركينا فاسو؟ بوركينا كله بقى في وقت انا بوركينا كان بقالي فتره ما بلعبش، فما ينفعش الحكم. بالظبط. اللي بيجي يتكلم بيبقى لازم يتكلم بالعقل، ما يقعدش يتكلم على البني ادمين وعلى اللعيبه وده ينفع ده يتبطل وده ما عندوش دم وده عنده دم. ما يتكلم كوره كده، يعرف يتكلم زي الناس. بعدين ابراهيم صلاح امبارح بره الماتش خالص يدخل ابراهيم في ماتش سموحه وخسر الزمالك ايه اللي خسر امبارح؟ ابراهيم صلاح اللي قاعد في بيته. ما تقولش اسماء لعيبه، عايز تتكلم في الكوره اتكلم فنيات تتكلم، لكن هو جاي يتسلى على اللعيبه ولا جاي يخبط في ده وده يمشي وده يقعد. هو كابتن بيعمل ايه دلوقتي؟ عايز افهم كابتن رضا بيعمل ايه ولا ايه اللي هو بيعمله دلوقتي عشان نفهمه، بس بيمرن ايه ولا هو كابتن يعني اخر حاجه ضربها كابتن رضا كان دمنهور وهي فين دمنهور؟ ولا هو يعني بينافس على الصعود مثلا ولا مسك دوري ممتاز ولا بيعمل ايه؟ ما انا عايز افهم برضه يعني عشان يقعد يخبط في اللعيبه وفي المدربين بالمنظر ده. انا دلوقتي واحد مستبعد من المباريات، مفيش مشاكل وبتمرن وبعمل كل اللي عليا وكل حاجه، مفيش مدرب اجنبي جه الزمالك. انت مستبعد ليه كابتن فني ولا عندك حاجه؟ لا هو كان على اخر فتره كان عندي شد في السمانه، حتى لو فني ده حاجه بحترم بيها الكابتن محمد برضه وله كل الاحترام، ما اقدرش اتكلم فيها، مفيش مشاكل. انا ما لعبتش الماتش. ايه ابراهيم صلاح خسرها ازاي بقى؟ هو قاعد في البيت خسر الزمالك بقى. لا هو قال المدرب اللي هيلاعب ابراهيم صلاح هيمشي. هو زعلان ليه؟ يعني ماله وايه اللي مضايقه؟ هو ما يجي هو يبقى اداره الزمالك ان شاء الله ما يبقاش يلعب. يعني انت بس اعتراضك يا كابتن ابراهيم على ان كل واحد يقول وجهه نظره لكن مش بالقسوه دي. ما بيتكلم، هو جايب ناس معينه عمال اقول لك على حاجه كابتن معروف بيتكلم عليه وما ينفعش. علي صوتك يا كابتن ابراهيم معلش. بيقولوا الكابتن معروف يوسف اللي عمال يتكلم عليه ده. اقسم بالله اي مدرب هيجي نادي الزمالك وهيشوفه في التمرين هيلعبه ما هيطلع من الملعب. التمرين هو في قلب فيريرا ده كان بيلعبه اساسا. هيبص معروف مش هيطلع من الملعب. اي مره معروف انه هيطلعه من الملعب فعلا. هي الكوره كده. كل المدربين اللي جم ما عندهمش فكره، كابتن رضا هو اللي بيفهم في الكوره. طب انت هو كل المدربين لعبوا معروف فعلا، كل المدربين لعبوا معروف. مين اللي ما لعبش معروف؟ طب كابتن ابراهيم انت راضي عن اداء نادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ مين اللي يقدر يقول ان هو راضي؟ مش ده فريق نادي الزمالك. ما انا بقول كده عشان كده بقول اما الفريق كله بيبقى اللعيبه كلها ليه جايبين 2 لعيبه وماسكين فيهم؟ اسلام جمال خسر واسلام جمال اللي خسر الزمالك يعني يترقص على فكره الفرقه كلها امبارح كانت وحشه بس بما فيهم المهاريين يعني مصطفى فتحي وايمن حفني. بس يا كابتن خالد لما يجي نتكلم ما شايلش 2 الليله كلها حرام. الفتره دي مش عارف ما نقعدش نمسك 2 لعيبه و3 لعيبه نقعد نقطع فيهم ونخبط فيهم بس ليه؟ عشان ايه يعني؟ كابتن ابراهيم انا عارف ان طبعا انت احد كباتن الفرقه، بس شايف ان المدير الفني اجنبي ممكن يكون مفيد جدا للناس الزمالك الفتره اللي جايه؟ طبعا ده مليون في المية يا كابتن، وكل التجارب اثبتت كده. مفيش مدرب مصري يدفع مع فريق من الزمالك. من الاخر بقول لحضرتك ايه؟ هو مدرب اجنبي لازم. انت رديت بسرعه. ايوه انا بسرعه لان انا عارف اللي انا بقالي 9 سنين في نادي الزمالك يا كابتن. انا عارف كل يعني اللعيب المصري ولاعيب نادي الزمالك لا يصلح معاه الا مدير فني اجنبي. انا ما جربتش يا كابتن، انا ما جربتش غير نادي الزمالك يعني ما لعبتش انديه كتير ولا كنت ولا لا نادي الزمالك. بس لعبت في سموحه يا كابتن. 6 شهور ما لحقتش بصراحه، بس هي نادي الزمالك مدرب اجنبي. تمام، يعني انت شايف ان مع مدير فني اجنبي الحاله ينصلح؟ هنشوف فريق نادي الزمالك باللعيبه دي هنشوف، بس اهم حاجه الراجل هيجي هيشوف مين كويس في التمرين يلعب، مين ملتزم بيلعب، بس ما نقعدش بقى من اول يوم الحق ده ما بيلعبش ابراهيم، ده بيلعب ابراهيم، الحق ده بيلعب مش عارف مين ما بيلعبش. لا هو اول يوم الراجل هيجي يشوف الفرقه يشوف اللعيبه قدامه اللي هو شايفه الاصلح اللي بيتمرن كويس هو اللي يلعب، بس ده اللي موجود. طب بص قاعدين ناس قاعده في البيوت مش لاقيه شغلانه عماله تتكلم على ده وتتكلم على ده وتتكلم على ده هو ده ينفع يا كابتن؟ طيب على العموم يا كابتن ابراهيم يعني بصراحه يا كابتن انا فهمت من كلامك كده ان هناك يعني هناك مجاملات كانت تشوب التشكيل والاختيارات. لا هو لا ده دي وجهات نظر. ما يقدرش يقول كده. اقول لك على حاجه، انا عايز تلبسه في الحيطه. لما رجعت من السعوديه انا ما قعدتش ماتش احتياطي. اللي كابتن عمال يقول لك رجع من السعوديه مبطل، هو مش دريان بحاجه ولا هو يعني انت قصدك ان انت لما رجعت من السعوديه الزمالك خد دوري وكاس الحمد لله، وخدت كل نادي ادتني احسن لاعب في مصر وكل حاجه، وخدت دوري وكاس وانا ما بطلعش
يطلعش في الملعب. ده واحد بيتكلم هو مش وكوبر مقتنع بيك كمان كابتن. بص اقول لك على حاجه، الاجانب ما بيعرفوش يجيب له حد، ولا يقول لك اصل ابراهيم يجاملوها. ابراهيم صح هيجاملني ليه؟ هو كوبر جوز خالتي هيجاملني ليه؟ يا ابراهيم بص يا ابراهيم، انا مهيب يا ابراهيم. يعني انا عايزك، انت لعيب كبير ولعيب دولي مش لعيب محلي. في حاجات، في نغمه عايزك تهدى، لان عارف الكابتن رضا، هو الكابتن رضا يعني ما لسه بقول لك اهو كابتن، في نغمات لما بتمشي الناس بتصدقها ويقول لك بس ما يقولش كلام هو مش فاهم حاجه. قال لك ما رجع من الصدام ما بيلعبش ايه. وبعدين خلي بالك الاسماء اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي يا كابتن كلهم لعيبه كبار، بس حد فيهم يشيل كابتن ابراهيم تعالى نتكلم كده كوره شويه بما يرضي الله. بس كده كابتن ابراهيم، ليه مستواك نازل؟ يعني حتى جمهور الزمالك نفسه شايف كده. طب اسالك سؤال، ممكن تقول لي من اول الدوري لو عديت لعبت كام ماتش؟ ما لعبش 4 ماتشات يا كابتن خالد، جبت جونين. على فكره انت الماتشات اللي نزلت فيها كنت كويس جدا. اقول لك على حاجه يا كابتن بيحاسبوني عليه، واحد يقول لي ماتش الانتاج عملت فاول جد. هو ده كلام ناس بتفهم كوره؟ طيب ينفع حد يقول لك طب انت نفسك، لا سيبك بقى، احنا كلاعيبه كوره بنبقى حاسين بنفسنا، هل انا واقف على رجلي؟ هل انا قلتها لهم كلكم، قلت لهم لعبوني ماتشين ورا بعض وحاسبوني الماتش الثالث مشوني من النادي لو عايزين. اقول لك ايه اكتر من كده يا كابتن؟ لعبني ماتشين ورا. انت عارف اي حد لو ما عندوش فكره، لا واعطيني الثقه، لان انت محسسني ان الغلطه فوره. بس اجي ارجع نفسي بدنيا في الماتش. لكن انت بتلعبني ماتش قال له 3 شهور يوم جاي منزلني 10 دقايق يقول لي كنت وحش. طب يا كابتن هو ده في حد بيفهم كوره يقول لي انت بعد شهرين تيجي تلعبنا 10 دقايق هنزل اعمل لك الهوا كله؟ ما انا مش عارف. كابتن ابراهيم صلاح قولا واحدا المدير الفني الاجنبي هو الاصلح لنادي الزمالك. طبعا يا كابتن. تمام. كابتن ابراهيم، انت رايح التمرين؟ ان شاء الله. يلا كابتن محمد صلاح هو اللي هيقود الفريق النهارده. هدي نفسك بقى يا هيما، ما اعرفهاش ان شاء الله. هدي نفسك يا هيما، هدي نفسك.